خليك صريح مع نفسك ثانية واحدة. لو شفت نفسك دلوقتي من سنة فاتت هتحس إنك اتقدمت، ولا لسه واقف مكانك بنفس الآثار، نفس التعب، نفس الوعود اللي ما اتنفذتش. مش بقلل منك، بس الحقيقة إن أغلب الناس داخلة السنة الجديدة بنفس النسخة القديمة. مع إن الفرق بينك دلوقتي وبين شخص أحسن منك بكتير مش مستحيل ولا محتاج معجزة. الموضوع محتاج شوية التزام وحاجات صغيرة بس صح. لو هتسمع وخلاص فأنت بتضيع مستقبلك، إنما لو ناوي تتغير بجد ركز معايا واسمع الفيديو للآخر، لأن في عادة مهمة هقولها لك في الآخر. أنا مش جاي أقول لك غير حياتك كلها ولا اصحى 4 الفجر ولا اقلب شخص جديد في أسبوع. أنا جاي أقول لك اعمل شوية حاجات بسيطة، لو التزمت بيها من دلوقتي بعد سنة هتحس إنك شخص تاني. العادة الأولى التزام واحد بس، مش 10 أهداف ولا لستة طويلة. اختار حاجة واحدة تخلصها كل يوم حتى لو صغيرة. الناس مش بتفشل عشان ضعيف، الناس بتفشل عشان مشتتة. العادة التانية حركة ولو 10 دقايق، مش لازم جيم، امشي اتحرك. الحركة بتفك الدماغ وتظبط النفسية أكتر مما تتخيل. العادة التالتة اتعلم حاجة ليها لازمة، مش أي محتوى ولا فيديوهات تضيع وقتك. اتعلم حاجة تزود قيمتك حتى لو ربع ساعة في اليوم. الوقت هيعدي كده كده، يا إما تطلع منه بفايدة يا إما تخرج زي ما دخلت. العادة الرابعة قول لأ. قول لأ للناس اللي بتسحبك ورا، قول لأ للكلام الفاضي، لأ لأي حاجة بترجعك خطوة. مش كل حد يستاهل وقتك ولا طاقتك. العادة الخامسة اقعد مع نفسك شوية، من غير سماعة من غير موبايل. سيب دماغك يتكلم حتى لو الكلام مش مريح. الهروب المستمر هو اللي مخلي المشاكل تكبر. العادة الستة عبر عن نفسك، اتكلم اكتب صور فيديو حتى لو محدش شافه. اللي يعرف يعبر عن نفسه بيعرف يفرض وجوده. بص، مش مطلوب منك انك تعمل الست، اختار 2 بس والتزم بيهم 30 يوم. لو كملت انت شخص جاد، لو سبت يبقى لسه مش وقتك، والاختيار اختيارك انت. ولو كملت لحد هنا ما تنساش تحط لنا لايك والاشتراك الحلو منك طبعا والتعليق. وسلام.